بيبدأ فيلم النهاردة واحنا بنشوف عربيات البوليس داخلة قسم 8 غرب، واللي بيكون فيها مسجونة وبياخدوها على قسم السيدات، وبتكون قاعدة في ركن لوحدها في الغرفة. بس بتروح واحدة وبتقول لها: هو انت اللي قتلتي جوزك وذبحتي بنتك؟ وبتبص لها بصة استعجاب، وبينتهي المشهد. بعد كده بننتقل لغرفة الكاميرات، ونور المستشفى كله بيفصل مرة واحدة، وبيروحوا لعنبر السيدات وبيلاقوهم كلهم واقفين على الحيطة وفي حالة سبات. بس بتكون في واحدة على الأرض مقتولة، وبيتوجه كشاف ناحية فريدة وبيكون بقها كله مليان دم، وبتكون قطمت ودن الست قبل ما تقتلها. الصبح بنشوف البوليس بيصور مسرح الجريمة، والدكتور بيسأل كل اللي كانوا في العنبر عن اللي حصل، بس كلهم بيقولوا نفس الكلام، إن هم أغمى عليهم فجأة وفاقوا كلهم بعد الحادثة. وبيروح الدكتور لفريدة وبتقوله مش هتكلم غير مع الدكتور يحيى راشد. بعد كده بنشوف يحيى نايم في البلكونة، وبيرن عليه الدكتور أكرم وبيقوله إن إحنا محتاجينك في المستشفى والحالة طالباك بالاسم. وبعد ما بيقفل معاه بيلاقي لبنى رنت عليه 9 مرات، وبنعرف إنه لسه مدمن كحول بسبب المكان اللي هو بيكون موجود فيه. وبيمشي وبيرجع للبيت، وبنشوف في الصورة ان هو خلاص اتجوز لبنى، وبنكتشف انهم جابوا عيل صغير واسمه زياد. وبتعرف لبنى انه رجع للشرب، وبيقول لها انا هروح مستشفى العباسية. بس لبنى بتتضايق علشان هما متفقين من 5 سنين ان هو ملوش علاقة بالمستشفى تاني. بس بيرجع للمستشفى واللي بيكون ما دخلهاش من 5 سنين، وبيقابل دكتور اكرم اللي بيحلل شخصية يحيى في ثواني، وبيسأله انت شغال ايه حاليا؟ بس قال له يحيى شغال في العقارات. وبيستغرب دكتور أكرم وبيشك. بعد كده بيوريله صور القتيلة وصور فريدة، وبيقول يحيى إنه ما يعرفهاش، ولكن دكتور أكرم بيشك في كلامه. بس بيقول يحيى على حالتها إن هي قتلت جوزها وذبحت بنتها وحبست نفسها في الأوضة، وما تعرفش هي عملت كده ليه، وبتدعي إن في حد جواها هو اللي عمل كده. بس بيروح في أوضة العزل اللي هي فيها، وهم رايحين بيسألوا أكرم عن قضية شريف، وبيقول عليه إنه ساحر، ولكن يحيى بينكر كده، وبيقول له إن ده كان مجرد وهم أو إنبيه المريض إنه جواه جن اسمه نائل. وبيوصلوا أوضة العزل هما مع فريدة، وبتقول ليحيى إنهم كانوا المفروض يتقابلوا من فترة، وإن هي صاحبة مراته من زمن، بس حصل ما بينهم خلاف من سنين. ولكن يحيى بيقاطعها وبيقول لها احكي لنا عن ليلة الجريمة. وبتقول له إن هي كانت رايحة تشتري مراية للفيلا، بعد ما رجعت للبيت كان عندها أرق فظيع ونامت، ولما صحيت كانت قتلت جوزها وذبحت بنتها، وهي مش عارفة ومستغربة هي عملت كده ازاي، وبتكون مصرة ومؤكدة كلامها ان هي ما قتلتهم. بس أكرم ما بيصدقش الكلام ده، وبيطلع مع يحيى وبيسيب يحيى مع فريدة، بس بيقول انا هراقبكم من أوضة الكاميرات. وبيدخل لها يحيى وبتكلموا عن لبنى ومراته القديمة نرمين، وبيستغرب يحيى وبيقول لها ليه طلبت تقابليني؟ بس بتقول له ان هي سمعت عن قضية شريف الكردي. بس في وسط كلامهم بنلاحظ ان في حاجة بتوسوس لها، وبتقول لها عن كل المعلومات اللي هي محتاجة تعرفها عن ليلة الحادثة وعن قضية شريف الكردي. بعد كده فريدة بتجري لآخر الأوضة، ويحيى بيتخض، وبيطلع يحيى الدفتر بتاعه وبيكتب أرقام فك السحر اللي استخدمها شريف الجزء الأول، وبتقول له ان الأرقام دي مش هتفيدك حتى لو انتهت ب66. وفعلا الأرقام بتنتهي ب66. وبيصطدم يحيى. بعد كده فريدة بتقلب الأوضة والنور بيطفي، بتفضل تطير في الأوضة، لا إله إلا الله. بعد كده في قطر بيخبط يحيى وبينتقل جواه، بس بيكون في واحد شبه يحيى بيجري عليه وبيخبطه بإزازة الخمر، بس بينزلوا دب في بعض. يحيى الحقيقي بيضربه وبيفكر إن هو خلص منه، ويحيى الحقيقي خارج من القطر يحيى الوهم بيضربه ويرميه بره القطر من الإزاز. وبيخلص المشهد، وبيكون يحيى في الصحراء وفريدة بتجري وراه بعقرب كبير، ولكن بيعرف يفلت منه. ولكن اللي ما بيعرفش يفلت منه العربية اللي بتيجي وبتخبطه. وفجأة يحيى بيفوق وبيترمي على الأرض، وهو على الأرض فريدة بتقوله إن لبنى يا يحيى هتقتلكم كلكم وبعد كده هتنتحر، وكل ده هيحصل في 3 أيام بس. وبتقوله لو غفل ولا لحظة واحدة هيندم عمره كله. وبيرجع يحيى للبيت، وبيعرف إن لبنى عرفت بحوار فريدة لأنه اتشهر زي البرق على السوشيال ميديا، وبيسألها عنها، بس بتقوله بلاش نتكلم في الماضي، احنا اتفقنا على كده. بعد كده بيروح ينام مع ابنه وبيحكي له حدوته. تبدأ الليلة الأولى وبيكون بيحكي حدوته لابنه زياد. بعد كده بيروحوا في النوم، وبيكون يحيى في حمام تحديدا في البانيو، وبينزل تحت المايه كأنه في بحر واسع، وبيكون زياد ابنه بيغرق قدامه، وبيكون قصاده مراية. بعد كده بيهجم عليهم فيه، ويحيى بيصحى مخضوض، وابنه بيقول له هو مرعوب ان في حد تحت سرير. ويحيى بيبص تحت سرير بيلاقي ابنه تاني، وبيقول له ان في حد فوق السرير. ايه اللخبطه دي بقى؟ وبيكون خلاص هينام يحيى، بس بتظهر له فريده وبتقول له اوعى تنام يا يحيى. بعد كده بيفوق من النوم وبيروح لاوضه زياد، وبيلاقي في بصمات رجلين على الارض وعلى الحيطه
الحيطة وعلى السقف، وبيتفزع يحيى وبيروح بسرعة يكتب أرقام فك السحر على أبواب البيت كله. وهو قاعد على الأرض بيبصله الكلب بطريقة مرعبة وبيمشي. وبتصحى لبنى في الصبح وبتلاقي الأرقام على الأبواب وبتمسحها، وبتروح ليحيى بتقوله أنا مش عايش في الرعب ده تاني، وبتمشي. وبيكون يحيى قدام حوض السمك وبتكون في سمكة ميتة، بس بيطلع علبة الفيل الأزرق من تحت الترابيزة بس بتكون فاضية. وهو ماشي في الريسبشن بيلاقي نقط دم واللي بيتوصله للحمام وبيشوف فيها الكلب ميت، وبيزعل على الكلب عشان هو كلب هاني، وبيروح يدفنه ويروح للمستشفى وهو مع الدكتور أكرم. بيقول له ان الناس بتقول عليك في اجتماعات انك دجال ومدمن كحول، بس يحيى ما بيهتمش وبيرد ببرود. وبيروح لفريدة أوضة العزل وبتبصلهم بنظرة رعب وبتقول له على كل حاجة حصلت معاه في ليلة امبارح بالملي، بس بطريقة غير مباشرة، زي ان الكلب مات وان السمكة ماتت، بس ما علينا. وبتقول له ان اللي في البيت عندك مش لبنى، انت ليه بتحبها؟ وبتحاول تقنعه انه يخرجها من الزنزانة، وبيقول لها مستحيل قبل ما تجاوب على كل اسئلتي، ولكنها بتتجاهل كلامه. وهو ماشي بتقول له خلي بالك من الاسد، وهو بيكون على الطريق بتخبطه عربية شحن وبيكون عليها لوجو الاسد. بس يحيى بيستغرب وبتصدم في نفس الوقت انها ازاي عرفت كده، ومن الصدمة ايد يحيى بتتجزع. بعد كده بيكمل طريقه وبيروح لشريف الكردي واللي بيكون شكله اتغير تماما عن الجزء الاول. وهم في وسط كلامهم شريف بيقول له ان نائل لسه ما اتحرق، ولكن انا معايا الكلمات اللي تقدر تهزمه. ويديله كلمات وهي كلام يحمي شرع، وبتكون ناقصه كلمه بيكون خلاص هيقولها، ولكن نائل بيقطع لسان شريف وبيفقد النطق. وبيكون يحيى في الحمام ولسه هيكون هيغفل ويفتكر كلام شريف وفريدة وهما بيقولوا له اوعى تنام يا يحيى. وبيروح للايت كلاب عشان يشتري حباية الفيل الازرق، وبتيجي البنت وبتقول له تعالى ورايا. ولما بيوصلوا للجراج بتضربه في الشلوت تجيبه اخر الدنيا عشان بتفتكره ظابط، بس بتجيب له حباية الفيل الازرق. وبيلاحظ على كتفها وشم غريب وبيسألها من فين الوشم ده، وبتقوله من عند تيكا، وبتديله عنوان المحل بتاعها. وتيكا دي اللي رسمت الوشم لشريف في الجزء الاول. وبنرجع ليحيى اللي بياخد حباية الفيل الازرق وبيرجع النايت كلاب، وبيكون في مراية بيبص فيها، وعن طريق المراية دي بيدخل لعالم تاني او بعد تاني. اول ما بيدخل بيعدي من قدامه فيل وبينتقل لمكان فيه بحر على جزيرة، وبيكون فيه صورتين كبار بس. وهو ماشي بيلاقي دبدوب وبيكون عليه دم. الدبدوب ده هنعرف بتاع مين قدام. وبيلاقي خطوات فيها دم وبيتتبعها وبتوصله لبنى وهي في البحر، وبتكون ايديها مليانة دم وهي في البحر. اول ما بيقرب منها بتختفي. وبتكون على الشط الكلمات اللي قالها شريف ليحيى، وبتكون في مراية على الشط هي نفس المراية اللي كانت قدام زياد في حلم يحيى، وبيكون فيها انعكاس لفريدة وهي بتقص شعر زياد. بعد كده بيصحى من مفعول الحباية وبيرجع للبيت بسرعة، وبيلاقي بنته نايمة وهي في الصالة، وبتقول له ماما عايزة تحمينا في الوقت المتأخر ده. وبيروح للبنى وبيكسر باب الحمام وبتكون بتقص شعر زياد بنفس الطريقة اللي كانت فريدة بتقص بيها شعر زياد في مفعول الحباية. وبياخد يحيى منها المقص وبيروح عشان يحاول ينام. وبتبدأ الليلة التانية، وفي الصبح بيكون قاعد في الريسبشن وبينام على روحه، بس بتجيله فريدة وبتكون بتقرب منه جدا، وفجأة بتتحول للبنى وهي ماسكة له المقص. وطبيعي يترعب يحيى من المنظر، وبتمشي لبنى وبيروح يحيى لفيلة فريدة، وبيكون البواب مش عايز يدخله، بس يحيى بيديله قرشين بينسوا نفسه. وبيدخل يحيى الفيلا وبتكون كل حاجة فيها متشمعة، وبيدخل أوضة فريدة وبيلاقي الدم في كل حتة مكان الجريمة، وبيلاقي الدبدوب اللي هو شافه في الحلم أو في مفعول الحباية يعني. وهو بيدور في الفيلا بيلاقي المراية اللي اشتريتها فريدة مع أمها، وغالبا كده دي المراية اللي فيها كل حاجة. ولو مش فاهم يعني ايه كل حاجة هتعرف قدام. بس بتقفشه أم فريدة وبتفتكره حرامي، وبيقول لها إن هو دكتور مسؤول عن حالة فريدة، وقالت له إن فريدة بنتي ما فيش منها اتنين، وإن لبنى كانت بتحقد عليها، ولبنى اتجوزت الشخص اللي هي بتحبه. ما طبيعي عزيز المشاهد، ما القرد في عين أم غزال. بعد كده بيروح يحيى الفريدة وبيدخل لها الزنزانة، وفي وسط كلامهم بتلمح لها ان هي كانت معاه امبارح مش لبنى، وان هي اللي كانت ماسكه المقص. بس بيطلع لها الدبدوب بتاعها وبتتفاجئ وشخصيتها بتتغير 180 درجه، وبتاخد الدبدوب وبتقول له ان هي ما قتلتش حد، بس فجأة اللي جواها بيكسر صوابعها وبتتحول تاني. ويحيى بيقول
ممكن اكلم فريده؟ وبتقول له ممكن، هسيبكم لوحدكم. بس اللي جوه فريده بيرزعها في الازاز، كانت هتدشمل امه. وبيجي الدكتور وبيزعق في يحيى، وهم في المكتب بيوري له فيديو ويحيى بيخبط فريده، وبيتفاجئ يحيى علشان هو ما عملش كده. بس الدكتور اكرم ما بيصدقوش، ويحيى بيقول له لو مش مصدقني انزل الارشيف وهتلاقي حالات كتير زي كده ما حدش عرف يحلها لحد دلوقتي. وبيرجع يحيى للبيت وما بيلاقيش زياد، وبيلاقيه في الحمام وغرقان وفاقد الوعي، وبيجري بيه على المستشفى. وبنرجع لدكتور اكرم اللي بنلاقيه نزل الارشيف فعلا، وبيلاقي حالات كتير الطب النفسي ملهاش ليها اي حل، وبيقتنع ساعتها بكلام يحيى. وبعد كده بيكون يحيى ولبنى في المستشفى وهم مع زياد، وبيجي جوز لبنى القديم عشان عايز ياخد بنته. وبيعرف يحيى منه ان لبنى كانت هتنتحر قبل كده، وكانت هتقتل هاني بنتها تقتل للأخيرة. ويحيى بياخد الحباية وبيروح على الشباك، وبيلاقي في كمية حشرات رهيبة وبتكسر الإزاز. بعد كده بينتقل لعالم تاني أو بعد تاني، في حفلة لناس بأشكال غريبة تحسهم زي الكفار كده، وإن في شخص بيتجوز لبنى، بس بتكون فريدة في البعد ده باسم لوليا أو عرافة الغجر، علشان بتعرف بالغيب وعندها مراية بتعكس المعنى الحقيقي لأي حاجة. المراية دي هي اللي كانت في بيت فريدة، وهي اللي كانت مع زياد، وهي اللي كانت في حلم يحيى. والملك اللي كان هيتجوز لبنى بيسيب لبنى وبياخد لوليا وبيجري، ويحيى بيجري وراهم بس ما بيعرفش يحصلهم. وبيدخل في مكان زي المعبد، واللي بيلاقي فيه تيجة وبتقول له وحشتني. وبتكون في الناحية التانية من المعبد لبنى بتنتحر، تيجي لوليا وبتدب ايدها في صدر يحيى، بس يحيى بيفوق من مفعول الحباية، والمرة دي بيفوق بفزعة زي كل مرة يعني. وبنرجع للمستشفى، وبيكون أكرم عايز يكلم يحيى بأي طريقة وما بيعرفش يوصله. وأكرم بيدخل الأسانسير، بس بتظهر له فريدة وبتخلص عليه، وبتخلص على الممرضة وبتاخد لبسها وبتخرج من المستشفى. اوبا، دي بقى عليها تبقى ليلة سودة. بس بنروح لهاني وهي في المستشفى، وبيكون في حد بيوسوس لها كلام وهي بتردده زي العبيطة. بعد كده بيروح لتيجا وبتقول له ان نائل عمره ما هيتحرق ولا هتعرف تحرقه، وبيسألها انتي ليه بتظهري في احلامي وعن الكلام اللي اداه شريف له، بس بتقول له معرفش، ما بتدروش عقد نافع يعني. وبيكون هيمد ايده عليها زي كل مرة، بس بيكون في عجل واقف وراها مش زي الخرع اللي كان في الجزء الاول. وبعد ما بيمشي بنعرف ان اللي بترسم التاتو فريدة، وبيروح للمستشفى وبيعرف ان عيلته كلها في خطر. وبيقولوا له ان لبنى كمان حاولت تنتحر، بس يحيى بيروح للحمام وبياخد اخر حباية وبينتقل لبعد. بيكون الملك عايز يقتل لوليا علشان خانته، وبيحبسها وبيعذبها، بس بيجي لها نائل وبيقول له ان هو هيديها حياة ابدية في المقابل هتقدم جوزها وبنتها وروحها كقربان. وهي بتقدم ده كله فعلا كقربان، بتقتل نفسها وبتتبع جوزها وبنتها. وبيدخل نائل في جسمها عن طريق المراية، وبيفوق يحيى وبيكون عارف الكلمة الأخيرة، وبيتوجه مباشرة لفيلة فريدة، بالتحديد عند المراية. بتنزل له فريدة، بس بيكون نائل متجسد في جسمها، وبيكون نائل عايز يقنع يحيى إنه يدخل جسمه مقابل إنه يسيب لبنى وعياله يتعالجوا. وأول ما يحيى بينطق اسم فريدة، نائل بيتعصب وبيكون هيقتله وبيرميه ناحية المراية. وأول ما يحيى بيقرب من المراية بيعرف فك شفرة الكلمات وبيكتبها على المراية، وبيحرر نائل من جسم فريدة. بس لحظة، احنا متفقين وعارفين ان نائل ما بيحصلوش حاجة ولا حد بيقدر يحرقه. طب هو دلوقتي راح فين؟ هتعرف دلوقتي يا عزيزي المشاهد، بس اتقل عليا. وفي نفس الوقت في المستشفى مراته وعياله بيفوقوا وفريدة بتموت. وأول ما كل حاجة بتتظبط بيرجعوا للبيت، ويحيى بينام. ولما بيصحى بيكون عدى فترة كبيرة قوي هو ما حسش بيها، وبيصحى وبيلاقي ان عندهم بنت جديدة وبتكون بنته، وعياله كبروا في السن وهو ما بيعرفش امتى حصل كل ده. ولما بيدخل الحمام بيكون وشم نائل متجسد على جسمه، وبنعرف ان نائل اتجسد في جسم يحيى المرة دي. ايه ده على اكيد في جزء تالت. ايوه يا عزيزي المشاهد، في جزء تالت. كريم عبد العزيز صرح بكده في بودكاست مع عمرو اديب ان في جزء جديد. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة عشان بجد تعبتلك قوي قوي على الفيديو ده. وكان معكم احمد حمادة من قناة فيلمر.